عارفه الخطوبه المعموله. بالنسبه للفرح الدنيا مقلوبه عليه. العيله دي كل شويه اعمل عليها اسقاط. ازاي؟ تعبت قوي. نو كومنت والله. يعني انا حاسه ان الخطوبه دي غيظ. عارفه الخطوبه المعموله غيظ. كان عندنا كده زمان تقولك ايه، تعالى اخطبك على ابن عمتك عشان نعمل بيك فيلم. طب ايه اللي يثبت لك كده يا كابي؟ مش متكلف قوي، الخطوبه مش متكلفه قوي. الفستان اي كلام في البتنجان. العريس كانهم بيطلعوه من حته. حسيته في الفرح ده من غير ما نقول ذكر اسماء، ولا نقول ذكر اسماء، ما هو كله بيتكلم جت علينا. ها؟ والام عايزه تبقى شابه بالعافيه. في قصه كده يعني انا محبش الولايه دي، معرفش ما بتجيش معايا والله. لو عملتي في نفسك سكر ما بتجيش معايا. نهايتك عند اللي خلقك. معرفش، ما بتجيش. حاضر العنود. فحته الخطوبه حسها غيظ كده، خطوبه مدروسه بتاعت ابن عمرو الليثي وملك في الهلك. تحسيها يعني كانهم ايه، بيوصلوا رساله للاطراف الاخرى. وان احنا عارفين طبعا ان دول عيله كياده من زمان، عندهم الكيد. فاللي هو ايه، يلا بينا نعمل خطوبه. لكن الاتنين انا مش شايفاهم في حب نهائيا يعني، ولا من عندها ولا من عنده. اللي هو احنا عايزين نحرك الطرف الاخر، فنحركه بايه؟ نعمل شويه النوش اللي احنا هنعمله دول، فالطرف الاخر هيبتدي بقى يتراجع. اللي هو طرف مين؟ تامر امين. وكل واحد يبين للتاني بقى ايه ميته. ده اللي انا شايفاه والله. لكن يعني معلش مش شايفه اكتر من كده. اللي شايفه اكتر من كده يقول لي. يعني مش عارفه في ايه. عارفين لو شايفاها حب وحد اخد حد من حد وحد مش عارفه ايه هقول، انتوا عارفيني. لكن انا شايفه الموضوع فيه حته طب احنا بقى هنقوم بالدور ده ونشوف هيعملوا ايه بقى، عايزينك ولا مش عايزينك، بتحبك ولا مش بتحبك. لان الولد بيحب مراته. ابن عمرو الليثي بيحب مراته، اللي هي نور، بيحبها في حب. هي بتحبه ولا لا، وهي كمان بتحبه. ده اللي انا ملاحظاه. بس في حاجه مش خلينهم ما يرجعوش لبعض. مين حس نفس الاحساس؟ حسيتوا نفس الاحساس ده ولا لا؟ حسيتوه؟ فانا شايفه كده يعني اللي هو ايه، يلا نعمل عرس. او مننا لو عندي طرف اخر بعرفه ان انا اتخطبت يا حبيبي. لو ما جيتش خلاص انا اتخطبت. والطرف الاخر بيرمي نفس الرميه. يعني انا شايفاه فرح مشترك مش زواج. في اشتراك. كانت عمتي كده، الله عليكي يا عمتي، كانت تقولك ايه زمان، عايزه تجيبي البارد تجيبي بايه؟ تعملي خطوبه ويكلفوا الفرح ويجيبوا الخطوبه ويعمل ويفضلوا يزرغطوا من هنا لاول الشارع. يكون الولا ماسك نفسه هيموت نفسه. ارجع لها يا ماما. والله كان زمان الشغل كده قوي. كانت الستات مالهمش حل يعني. بتوع زمان مش هتعرفيني. بتوع زمان كانوا بيعرفوا يجيبوا الراجل بقى من غير الدوشه اللي انتوا شغالين فيها دي. مش عارفه يا بت، في حد شغال عليا. حاسه ان دماغي ولا الوليه دي عامله لما حد يجيب سيرتها هي وعيالها دماغهم يلفوا كده. عامله لما حد يجيب سيره عيالها دماغك تلف. فظيعه. شغالي الاحزاب فظيعه. ما شفتش على فظاعتك حته. ما في كده يا اختي يعني، ربنا يعني ما يكتبها على حد. في نسوان كده تبقى في الدنيا واخده هنا واخده هنا واخده هنا واخده هنا واخده هنا،
ولازم ربنا يا بت لو ما ادهاش في الدنيا ووقعها يدي عيلها بقى. لو ما وقعتش في الدنيا يقع العيل. لما تكبر كده شويه العيله من دول تبقى حياتها جحيم. يقول ربنا يقول للام اعملي كمالي، جيبي تحت رجلك وجيبي 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 وجيبي. وبعد كده هو ده يا اختي اللي اسمها كارما. كارما مش مرات ابوكي، لا، ولا بنت اخوكي الصغير. كارما دي كارمة الحياة اللي هي دين تدان. والله نسيبنا منه، ما احنا حبينا بس نقول. تعالوا بقى اوريكم حاجة، بس اوعوا ترجعوا بالله عليكم عشان انا ما شفتهاش الصبح. تعالى اوريكي يا اختي، بس القلب اتوقف. ايه رايكم؟ القلب ريح الفترة دي. ده بقى انا مش عارفه له حل والله العظيم. بصي، هو في ايه يا اخويا؟ هي فين جندة علوش يا بنت؟ جندة علوش راحت فين؟ مش ظاهره يا بنت ليه؟ يا استاذه كندي انت فين يا اختي؟ مش ظاهري. مش كنتوا يا اختي الحب الابدي؟ رحتي فين يا اختي مختصيه كده؟ اختصتي مره واحده بعيده عنني. لا حول ولا قوه. ينفع كده؟ ينفع يا اختي كده؟ واحنا قلنا ده برج جدي يا اختي ما يتسابش لوحده، ده غلط. انا شايف ان احنا محتاجين ناخد يا اخويا. انت لما تبقي واحده رخيصه يبقى انا مفيش قدامي حل غير ان انا اطلقك. احي شغل على يانجو بلاي. بيقولوا يا بنت الفيلم ده قله ادب خالص. بيقولوا اللي خلى يا اختي كل ما تطلع لنا واحده ممسوكه بفيلم يطلعها لنا على التلفزيون. عايز يخلي الشعب يقعد يفكر الفيلم كان مدروس في انه مدرسي. يبقى ايه يا بنت؟ يا بنت اللي خلى يا اختي اللي بيلاقوها في فيلم يا اختي بتطلع تاخد بطولي. يبقى انت قاعده فين؟ وطول ما انت بتتفرجي يا اخي الناس لسه مش مائزه يا اخويا. الفيلم كان لسه نازل يوم راس السنه. الفيلم الاباحي كان لسه نازل، تيجي تديها لي انت في شهر 3 في المسلسل؟ ازاي يا اخويا ازاي؟ يا حبيبي جنبي يا حبيبي انت اللي انا رافع راسي من ورا اسمه سر. دي بنتنا المحروسه عروسه ادب ورقه واخلاق. ايه من فوق يرمش العين الغرة ميالي، صلوا على النبي العروس غزالي. أو من فوق يرمش العين الغرة ميالي، صلوا على النبي العروس غزالي. أو من فوق يرمشي العين الغرة مرفوعة، صلوا على النبي العروس مرفوعة. الدوا عنا والليله فرحه تقول مزاهر ليله الخليل.
صوتك يا قلبي، صاحبي وقريبي بس انت صاحبي، وحتة من صاحبتي وعارفاني ان حبها ألف مبروك. لو هدي الناس دور في حياتي فاكيد هديك انت بطولي. يا حبيبي جنبي وزيرا أخيرا اسمك يا حبيبي جنبي يا حبيبي جنبي وزيرا أخيرا اسمك يا حبيبي جنبي ألف مبروك. لو هدي الناس دور في حياتي فاكيد هديك انت بطولي. يا حبيبي جنبي وزيرا أخيرا اسمك يا حبيبي جنبي يا حبيبي جنبي وزيرا أخيرا اسمك يا حبيبي جنبي انت اللي انا رافع راسي من ورا اسمه وسيرته ولادي. على فكرة البنت أبوها هو حبيبها الأول، لو خسرت الحتة دي هتخسرها مدى الحياة. البنت لازم تحس إنك أنت معاها مش ضدها، إنك أنت ظهرها سندها أمانها. أخيرا اسمك يا حبيبي جنبي وزيرا انت اللي انا رافع راسي من ورا اسمه أخيرا اسمك يا حبيبي جنبي وزيرا أخيرا اسمك يا حبيبي جنبي انت اللي انا رافع راسي، انت اللي انا رافع راسي من ورا اسمه وسيرته. دي بنتنا المحروسة عروسة أدب ورقة وأخلاق إيه. من فوق يرمشي العين الغرة ميالي صلوا على النبي العروس غزالي. أو من فوق يرمشي العين الغرة ميالي صلوا على النبي العروس غزالي.
أو من فوق يرمشي العين الغرة مرفوعة صلوا على النبي العروس مرفوعة. الدوا عنا والليلة فرحة تقول مزاهر ليلة الخليل. انا حاسه ان الخطوبه دي غيظ. عارفه الخطوبه اللي معموله غيظ؟ كان عندنا كده زمان تقولك ايه، تعالى اخطبك على ابن عمتك عشان نعمل بيك فيلم هتفهموه. ما ملنش تستنوا شويه بقى، بس كفايه ان حد قاله لكم. سامحيها، ربنا اللي بيسامح. والله انا قلت لها ايه ده يا ربنا، لو نزلني عاطفه عندي هجيبك، مش انا، مش دوري. انتوا طلبتوا حاجه وانا حبيت اعملها لكم، وانا هنفذها لكم النهارده. في المفاجآت ماليش حل، وبسكت اسكت اسكت، وبعد كده انزل كل قراراتي. هل نحن مخيرون او ميسرون؟ انا عن نفسي الفتره دي مش عايزه اكون ميسره، عايزه اكون مخيره. مش عايزه اكون مخيره، عايزه اكون ميسره. لما بتكبري في السن، اللي سالتني السؤال، لا مش عايزه اختار، انا عايزه اللي انت هتقوله لي، واللي انا فيه ده اللي هو الهمني ليه، بدليل ان انا مش متعذبه بيه، يبقى هو الهمني بيه ولا لا؟ بس امتى اعرف ان الالهام جاي من ربنا؟ لما يبقى ما فيهوش عذاب. لكن امتى تعرفي ان انت بتتعذبي؟ لما تسيبي اشخاص وتتعذبي. لكن انت سايباهم مش متعذبه، يبقى القرار قرار صائب. صح ولا لا؟ اكتبي اسئله ارد عليك. نرجع بقى لقصتنا اللي احنا كنا فيها. ما انا حكيت على الراجل العذراء والله. خرب